مرحبا يا جماعة، كيفكن وكيف الصحة؟ معكن خيكن وسام حداد، صحفي رياضي لبناني متابع لكل شاردة وواردة بعالم كرة القدم. واليوم قلبي معكن ومع الخضرة باللي عم بيصير بكأس إفريقيا بالمغرب. من بعد ما حكينا عن الظلم والتضييق اللي عم يتعرض له الجمهور الجزائري البطل بالمدرجات، اليوم بدنا نفوت بصلب الموضوع الفني ونحلل شو عم بيصير براس المدرب فلاديمير بيتكوفيتش قبل الماتش المصيري ضد الكونغو الديمقراطية. قعدت وقريت تصريحاته كلمة كلمة، وبدي حللها معكن بلهجتنا اللبنانية لنشوف هيدا الزلمة شو ناوي يعمل وكيف عم بيفكر يحمي فريقه من كل هالضغط اللي عم بيصير برا الملعب. أول شي قصة عقلية سويسرا وروما. يا خيي لما بيتكوفيتش يقول إنه بعده بنفس العقلية اللي كان فيها مع سويسرا ومع لاتسيو بروما، هيدا حكي كبير كتير وموجه للي عم بيشككوا فيه. اللي بيعرف جمهور لاتسيو بروما بيعرف إنه جمهور صعب وما بيرحم، وضغط الإعلام هنيك بيخلي الواحد يفلد عقله. يعني بيتكوفيتش عم بيقول للاعبين وللجمهور: يا جماعة أنا متعود على الضغط، أنا مش جديد على الساحة. هيدي العقلية الأوروبية الباردة هي بالضبط اللي بتحتاجه الجزائر بهاللحظة. الجزائر عندها دم حامي وروح قتالية، وبيتكوفيتش عم بيجرب يركب فوقها هداوة بال وتكتيك مدروس. هو عارف إنه الماتش الجاي مش بس ماتش كورة، هو معركة أعصاب، وعم بيقول إنه هدفه الوحيد هو الفوز، يعني البرستيج واللعب الحلو بيجي بعد النتيجة. حاج موسى ومازا مستقبل الخضرة. كثير عجبني لما حكي عن أنيس حاج موسى وإبراهيم مازا. بيتكوفيتش هون عم بيلعب دور الأب والمربي قبل ما يكون مدرب. لما يقول إنهم موهوبين بس بعدهم مش أساسيين، هو عم بيحميهم من حرق المراحل. يا جماعة كأس إفريقيا غابة، فيها قوة بدنية وتدخلات خشنة وملاعب صعبة، وهالشباب الصغار اللي بيلعبوا بأوروبا بدقة وهداوة يمكن ينصدموا بالواقع الإفريقي إذا نزلوا أساسيين بماتش تكسير عظم مثل ماتش الكونغو. هو عم بيقول لهم: انتوا المستقبل، بس هلأ وقت القبضيات اللي جلودهم مسمكة على أفريقيا. هيدا ذكاء منه كرمال ما يحملهم مسؤولية خسارة لا سمح الله، وبنفس الوقت عم بيحمسهم ليتعلموا أكتر. البعبع اللي اسمه جمهورية الكونغو الديمقراطية. بيتكوفيتش كان واضع كتير، فريق قوي ومتماسك وبيركض 90 دقيقة بلا تعب. هيدا التحليل مش بس رفع عتب، هيدا تنبيه للاعبين. الكونغو فريق مقاتل، ما بيهمهم الأسماء، بيهمهم يركضوا ويسكروا مساحات. بيتكوفيتش عم بيقول إنه تابعهم وعارف نقاط ضعفهم، هون الشطارة. الجزائر لازم تستغل البطء اللي بيصير أحياناً بدفاع الكونغو لما يتقدموا أو يلعبوا على الكرات البينية السريعة. بس الأهم هو جملة: لازم نكون حذرين ونثق بحالنا. الثقة هي المفتاح، لأنه إذا فاتوا الجزائر خايفين من البدنيات تبع الكونغو رح يضيع الماتش. فلسفة لا وجود للخوف. يا ويلي على هالجملة. الاحترام موجود بس الخوف مش موجود. هيدي الجملة لازم تنكتب بماء الذهب بغرفة الملابس. بيتكوفيتش عم بيقصف جبهة كل حدا عم بيحاول يعمل حرب نفسية على المنتخب الجزائري بالمغرب. هو عم يوصل رسالة للاعبيه: انتوا الجزائر بطل افريقيا، انتوا اللي العالم بتخاف منكن. هيدا الكلام هو الرد الأمثل على كل التضييقات اللي عم بتصير برا الملعب. كأنه عم بيقول: قد ما ضيقتوا علينا برا، بالملعب نحن ما منخاف من حدا. هيدي الروح هي اللي بتجيب البطولات. الطموح والواقعية. حلم الكأس. المدرب صريح، قال: بدي الكأس بس ما بدي استبق الأحداث. هيدي هي الاحترافية. ما فيك تحكي عن النهائي وانت عندك جبل اسمه الكونغو لازم تطلعه. بيتكوفيتش عم بيفرجي انه مركز ماتش بماتش، وهيدا هو الصح. البطوعة هالسنة بالمغرب فيها أفخاخ كتير، وكل ماتش هو قصة لحاله. لما يقول هيدا هم الوحيد هلأ، يعني هو عم بيمنع التشتت عند اللاعبين. وداعا لدور المجموعات وبداية الجد. المدرب عم بيذكر صفحة المجموعات نهائياً، ما عاد مهتمين بشو عملنا بالمجموعات. هيدا درس تكتيكي ونفسي. كتير منتخبات بتعمل شوربة بالمجموعات وبتفكر حالها ختمت الكورة، فبتنصدم بالثمن النهائي. بيتكوفيتش عم بيقول إنه كأس جديدة بلشت هلأ. بالثمن النهائي ما في تعويض، الغلطة برصاصة. هيدي العقلية بتخلي اللاعبين يفوتوا على الملعب وعيونهم جمر، كأنه أول ماتش إلهم بالبطولة. الضربة الموجعة. إصابة حجام. هون الخبر اللي بيزعل. حجام مش رح يكمل البطولة، خسارة كبيرة بمركز الظهير وبتخربط الحسابات التكتيكية. هون بيبين معدن المدرب. كيف رح يعوض غياب حجام؟ هل رح يغير الرسم التكتيكي أو عنده بديل جاهز يقدر يسد الثغرة؟ غياب حجام يعني ضغط أكبر على الدفاع وعلى آيت نوري، ولازم بيتكوفيتش يلاقي حل كرمام أجنحة الكونغو السريعة ما يستغلوا هيدي الجهة.
تحليلي أنا يا جماعة وسام حداد بقلكن الجزائر بتمرض بس ما بتموت. هيدي التصريحات هي خارطة الطريق للوصول للبعيد. خلي ثقتكن كبيرة وخلي الخضرة ترفع راسنا بكل إفريقيا، وما تنسوا إنه ورا هالمنتخب في شعب جبار، وورا هالشعب في قلوب كل العرب اللي بيحبوا الحق والعدل. يا رب تكون خضرة وميسرة ومنشوف الجزائر بالربع النهائي وعقبال الكاس اللي بتستاهلها هالشعب البطل. كان معكن خيكن وسام حداد، ومن هون لبيروت كل الحب للجزائر.